من 10 سنوات. واحد يتعاطى حشيش مخدرات أنا ما أقدر أتركه. واحد يسرق فلوس من الناس قال أنا خلاص 20 سنة أسرق ما أعرف أتوظف في أي مكان مالي إلا أسرق من الناس. كذلك أنت لما تقيمين علاقة محرمة الله سبحانه وتعالى يقول محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. الخدنة والعشيقة والعشيقة. لا يا بنتي لا يجوز أن يستمتع منك بصوتك ولا يكون بينكم رسائل. اللي تسوينه يا بنتي أول شيء تغيرين رقم جوالك مباشرة تخلصين المكالمة تطلعين شريحة وتكسرينها وتسألين الله تعالى المغفرة وتحمدي ربك عز وجل ان الله ما ابتلاك بما هو اعظم. يا شيخ انا دحين مثلا مسحت الرقم من جوالي اكون انا حفظت في حاجة تردني انا ما ادري. انا معك بنتي انا اقصد لما تغيرين رقمك على الأقل سيصبح الضغط من جهة واحدة من الشيطان عليك اتصلي به. لكن لن تأتي من عنده رسائل فيضغط عليك الشيطان من جهته أيضا أن تتصلي به. يصبح ويرسل رسائل يأتي قيد التسليم والله ما تم التسليم والله البنت غيرت رقمها تابت إلى الله. وبالتالي يا بنتي أنت الآن ترى إذا كونت معه علاقة سوف تشجعينه لأن يكون علاقات مع بنات كثير وتصبحين فتحتي عليه بابا من الشر. لا والله يا بنتي إلا خليك عفيفة بكرة إن شاء الله يخطبك ابن الحلال ويتزوجك ويرزق الله تعالى ذرية صالحة. لكن انتبهي تغريد من هذا الطريق طريق مظلم. طيب إذا حين يا شيخ هو يطلع الحين بالتلفزيونات أكثر أنا أراقب. لا تتابعينه يا بنتي لا تتابعينه. أنت إذا شاب فتنتي به وتعلق قلبك به خلاص لا تتابعينه انسيه اعتبريه مات. لا تتابعينه. وإن رأيت صوره في جرايد غضي بصرك عنها. لا تدخلين إلى المواقع التي تجدين صوره فيها. لا تحفظي في جوالك أي أشعار له. لا والله تكفيني تغريد يا بنتي. طيب يا شيخ أبغاك تدعي لي وجزاك الله خير. أنا بدعي لك لكن أعينيني على نفسك يا تغريد. لما قال ربيعة بن كعب يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة قال لها عني على نفسك بكثرة السجود. أنت عينيني على نفسك يا بنتي أرجوك غيري رقمك الله يحفظك وإن شاء الله أن يدعو لك بإذن الله. إن شاء الله جزاك الله خير. الله يحفظك ويبارك فيك.